إذن فهنا التغييرات الساعدين ترجع على أن هذه اخر دوره. نعم. ورغم ان الفريق الروسي تاهل للبلاي اوف كما تنقولوا. نعم. فغادي يعطي فرصه للملاكمين غادي يقدروا يبداو سلسله جديده ديال السنه المقبله. نعم. اذا الناس كتخدم بنهجيه كيمشوا مثلا الخلف كما تنقولوا السنه الجايه. عبد الجليل ابو حماده. ابو حماده بغى يقدم مستوى لاباس به في هذا الوزن هذا. نتمنى انه نعم يحقق شي نتيجه مزيانه. اذن عبد الجليل ابو حماده وصل المرتبه الثانيه 10 عالميا لحد الان، 23 سنه، متر 95 سنتيمتر، عنده جوج ديال الانتصارات وجوج ديال الهزائم. هو من عصبة بركان الناظور، عنده نحاسية بدوري كأس محمد السادس الدولي في النسخة الخامسة بمراكش العام الماضي. كان شارك في بطولة العالم بكازاخستان عام 2013 وحصل على فضية بالبطولة الإفريقية شبان بالرباط عام 2010. ميزان ثقيلة أثقل ما كانت تجربة كما نعم كما تنقولوا الضرب كيولي عنده الوزن ديالو. نعم. كتبقى التقنيه كتبقى تلعب واحد دور شويه ضئيل بالنسبه نعم الجانب البدني والضرب القوي اللي كيضربوا به الملاكمين. نتمنى ابو حماده يتفوق ويحاول وتوفق يخرج بنتيجه. نعم. كنبغينا نعرفوا المشاهدين اكثر على هذا الملاكم الروسي، ولكن حنا خدينا معطيات على الملاكم اللي كان مبرمج اللي هو كازانكيماتوف، ولكن في الاخير تغير الاسم، ولكن تعبر علينا في اخر المطاف ناخذوا هذا الملاكم هذا، ناخذوا معطيات عليه، معطيات كافيه، معطيات تقنيه. هنا كنشوفوا حماده قاسم الملاكم الروسي 3 ديال الضربات متتاليه باليد اليسرى. نعم. فوالا البدايه جيده بالنسبه لحماده ابو حماده. فوالا كنشوفوا هنا قدام المشاهدين كيشوفوا هو صاحب المبادره. فوالا استعمال صاحب المبادره حماده. فتح الهجمات في نفس الوقت كتسجل نقاط. فوالا يوم يسرى يمنى في الوجه ديال الملاكم الروسي. خصو يحتاط لان الملاكم الروسي يتحين الفرصه. خلي المجال امام الملاكم ابو حماده، ولكن مازال ما عرفناش القوه ديال هذا الملاكم الروسي. هذه يلاه البدايه. نعم. عجز النبض لان هناك مجموعه ثانيه. فوالا ضربه جميله مجموعه ايضا من الفرق الشهيره، الفريق الكازاخستاني استانا اللي تحت المرتبه الاولى في المجموعه الثانيه ب 39 نقطه، متبوع بفريق باكو من اذربيجان ب 29 نقطه، وايطاليا تونغر ب 24 نقطه في المرتبه الثالثه، والفريق الفنزويلي في المرتبه الرابعه ب 23 نقطه. انما اللي كيهمنا احنا هو المباراه ديال الفريق ديال بورتوريكو اللي تحت المرتبه الخامسه، المقابله ديالو اللي غادي يجريها يوم الاثنين بعد غد امام الولايات المتحده الامريكيه، بالفريق الامريكي بميدان هذا الاخير بالولايات المتحده. المقابله كتهمنا لانه المصير ديال احد الملاكمين المغاربه اشرف الربيط هو مرتبط بالنزال اللي غادي يخوضوا الملاكم ديال بورتوريكو. بداية جيدة إيجابية بالنسبة لأبو حماده. نعم. هو الآن الذي يمكن نقولوا هو اللي كيسير نزال، يمكن نقولوا هو اللي كيسير نزال، حيت كيعتمد على طول اليدين ديالو. فوالا خصو يستغل ديال الذراعين ديالو. فوالا كيتحرك مزيان، ما كيبقاش في الزوايا ديال الحلبة. 10 ديال الثواني مع امتياز طفيف لابو حماده فعلا. الجوله الاولى يختمها ما يخليش يسد الضربات الروسي. ونهايه الجوله الاولى اللي كتكون بين قوسين كتميل لابو حماده الملاكم ابو حماده تعطيو 10 لسعود. نعم.
على الاقل مشجعه نتمنوا انه يسترجع التوازن للملاكمين المغاربه لاسود الاطلس. الضربات ديال روسيا قويه، ولكن ابو حميد خصو يلعب هنايا، خصو يلعب ا ديستونس، خصو يلعب عند بعد يستغل الطول ديال الذراعين ديالو. نتمناو نشوفوا النتيجه ديال الاولى. انتهى الوقت. قاضي كيعطي قاضي اللي عطى واحد فقط لابو حماده، حين جوج ديال القضاة عطاو للملاكم الروسي. لا ابو حماده خصو يستعمل دائما يد اليسرى، كنقولها ونكررها، هي المفتاح ديال الهجوم ديالو وديال التسجيل ديال النقاط. فوالا 1 2 فوالا 1 2. فوالا ان الملاكم الروسي ما كينخدعش على الرغم من المحاولات ديال الملاكم المغربي. تحركات لا باس بها ديال ابو حماده فوق الحلبه، هادشي اللي كيتطلب مواجهه ملاكم قوي بحال هاد الشكل. تخدم مزيان بالتحركات ديال رجليك على الرغم من المحاولات ديال ابو حماده للتمويه، ولكن الملاكم الروسي كيبقى ثابت ملاحظ، يعني ما كينخدعش بالمحاولات. كيتسنى فعلا، كيتحيل الفرصه لتوجيه ضربات لابو حماده اللي باين عنده ضربه قويه، ولكن حقيقه ابو حماده فهو كيجتهد، ولكن الملاكم الروسي كيبقى قوي ايضا. هذا باباني فوالا هنا ابو حماده هنا خصو يخدم يستغل الطول ديال الذراعين ديالو. الضربات ديال الملاكم الروسي تيدخل عنده، الملاكم الروسي الضربات ديالو قويه، وزائد 91 كيلو سي عزيز. راه الضرب تيكون قوي، ابو حماده خصو يخرج من هذه الزاويه، خصو يخرج من زاويه الحلبه باستعمال يد اليسرى، يخرج بلي ديريكت ديالو. فوالا يخرج بلي ديريكت ديالو، في نفس الوقت كيهيئ الهجوم ديالو. هنا خصو يستعمل فوالا هنا يستعمل يد اليسرى ديالو. ملاكم روسي قوي ايضا، لا يقل قوه على الملاكم المواطن ديالو في وزن 60 كيلوغرام. عبد الرشيدوف في وزن 60 كيلوغرام. باباني من كل الفريق كما كنعرفوا، كل فريق مشارك في هذه السلسله عنده 30 ملاكم يمكن يختار اي ملاكم في وزن الملائم في المباراه اللي كيشوفها ملائمه، لذلك فهو يتم الاعتماد في اخر لحظه على هذا الملاكم هذا. باباني يعتقد انه فائز ايضا في الجوله الثانيه، يعني تحركات خارج ديال نعم. كتبقى المدرسه الروسيه مدرسه كبيره، كتعطي ملاكمين من مدرسه يعني بالاسلوب ديالها والحضور ديالها. كما نلاحظ هذا باباني واحد ناجح ايضا في الجوله الثانيه. نعم نقولوا ما كنتكلم الملاكمه العشوائيه او الضرب في الخوا. فهو في الجوله الاولى انا كان عندي انطباع في الجوله الاولى ان بابانين يحاول انه يشوف مواقع القوه الضعف ديال الملاكم المغربي من التفوق 10 مقابل 8. هذا القاضي الثالث فهو اعطاه التفوق واضح 10 مقابل 8. زيد ابو حماده زيد عنده واضرب. 3 ديال الجولات امام الملاكم المغربي. انا ما فهمتش ابو حماده علاش ما كيستغلش مثلا الطول ديال الذراعين ديالو اللي غادي يقدر يبعد عليه الملاكم الروسي. فوالا بدايه موفقه، انما حذري لان الملاكم الروسي كيبقى خطير جدا على الرغم من كون هذا الاندفاع
الحماس ديال الملاكم ابو حماده، ولكن مع ذلك لازم احتياط من الملاكم الروسي. السؤال الاقل بدا يفوز بهذه الجوله هذه السؤال الاقل يفوز بهذه. ما ننساوش ان الجوله الثالثه اذا خصو ضروري باش يفوز الا بغى يبقى. ابو حماده دائما من لحد الان في الجوله الثالثه فابو حماده كيحاول يكون هو صاحب المبادره، ولكن كما نلاحظ فالملاكم الروسي ما ساهلش. بريك فرصه ضربات قويه اليد اليسرى كما نتابع. فالاخ عزيز هنايا كنشوفوا ان ابو حماده يسهل المأموريه للملاكم الروسي، ملي كيوقف حداه اوتوماتيكمون الروسي كيسجل النقاط. نعم البدايه كانت موفقه لابو حماده في الوقت اللي بعد الملاكم الروسي عليه وكيستعمل لي ديريكت ديالو الضربات المستقيمه ديالو. الملاكم الروسي تقريبا واقف في المكان ديالو ما كيتحركش تماما، فهو كينتظر الملاكم المغربي انه يدخل عنده. هنايا ماشي في صالح ابو حماده يوقف كيسهل الامور للملاكم الروسي. الدقيقه الاخيره من هذه الجوله الثالثه من ثاني المباريات هذا النزال بين اسود اساس والفريق الروسي. تجربة مهمة جدا بالنسبة للملاكمين المغاربة المقبلين على الإقصائيات حسب الألعاب الأولمبية على الصعيد القاري. تجربة اللي تكون فرصة للوقوف أمام عمالقة الملاكمة في العالم، من الكوبيين من المكسيكيين من الأوكرانيين من الروس هذا المساء. ثواني العشر الأخيرة من هذه الجولة الثالثة ونهاية الجولة الثالثة. نوعا ما علامات الاستفهام وعلامات الحيرة على وجوه الجمهور المغربي اللي كان كيتمنى ان ابو حماده يرجع ثقة الملاكمين المغاربة ويحقق الفوز في النزال الثاني. كانت بداية موفقة في هذه الجولة، ولكن عاوتاني نفس الخطأ ابو حماده كيوقف الملاكم كيسهل ملي كيتحرك بالفلاس فوالا هذا واحد عطانا ابو حماده والخطوات الاخرين. يبقى دائما تفوق لمصلحة الملاكم الروسي. خدم لك خوشو قلت لك شويه ضرب لتحت ضرب الفوق. النزالات المبرمجة في هذه الفريق الكوبي سينزل المكسيك تلعب امام الفريق الانجليزي، والصين فاز على الجزائر، والفريق الصيني فاز على الملاكمين الجزائريين ب 5 نزالات ل0. الجولة الرابعة كما تضرب في 5 جولات في الجولة من 3 دقائق. هو أمر ماشي سهل بالنسبة للملاكمين يتعودوا على واحد الريتم ديال الهواة. أسلوب نصف احترافي. لكن نتمنى انه يكرر العمليه باش يقدر يسجل نقاط اكثر، خاصه انه
اكثر في الجولات الثلاثه الاولى سيبذل مجهود اكبر فوالا ابو حماده باستثناء الضرب القوي اللي عند الملاكم الروسي ملاكم يعتمد على الضربات القويه ديالو ما كيتحركش تماما. نعم باستثناء مثلا القوه الجسمانيه اللي عنده والقوه ديال الضرب اللي كنشعروا اللي قرب من الهدف. ستيب محمد يتحرك اكثر ويسجل نقاط بيديه صراحه. وتوصلنا السي بن ابراهيم الان صحيح فعلا هذا اللي لعب الان هو اللي عندنا الاسم هو كازان ديمباتوف لانه الاسم اللي طلع الشاشه فهو خطا فالاسم صحيح اللي عندنا هو كازان ديمباتوف. هذا اذا توفرت معلومات مرتبه 13 عالميا تقريبا نفس المرتبه عبد الجليل ابو حماده المرتبه 13 عالميا 21 سنه متر 87 هذا ملاكم كبير. نعم عنده جوج الانتصارات فقط الان. من ابو حماده كيلعب شويه بعيد كيسجل. نعم اكيد انا الجوله الرابعه كانت الافضل بالنسبه لابو حماده. ما قرب يخدم لصالح الملاكم الروسي. هو ايضا الملاكم الروسي كيلعب على هذا الجانب فهو كينتظر ابو حماده انه يقرب عنده لانه هو طوال عليه ابو حماده واستغل الطول ديال الذراعين كما قلنا. نعاود نكرروها راه ما كاينش 4 الحلول كاين حل واحد. عندك ملاكم قوي يدو شويه قصار استغل الطول ديال الذراعين ديالو. هذه لحظه الانتصار ديال الملاكم المغربي. شوفوا هنايا كيبعد ابو حماده كيسجل نقاط كيقرب كيعطي فرصه للملاكم الروسي يخدم. رقم واحد هو اللي كيعطي ابو حماده النتيجه دائما لفائده الملاكم الروسي. قلنا من باب التجربه اول مره ما غاديش نحكموا على الملاكمين ديالنا اول تجربه. نتمنوا ان السنه الثانيه ان شاء الله كنشوفوا ان مازال كاين هناك واحد الخلل البدني يعني اللياقه البدنيه وكيعانيوا منها شويه الدراري. نتمنوا ان شاء الله السنه جانبي تداركوا في تهيئات واستعدادات مبكره لهذه السلسله الثانيه ان شاء الله. بانه المغرب والجزائر هما الفريقان الوحيدان في القاره الافريقيه المشاركان في هذه السلسله الدوليه للملاكمه العالميه الجوله الخامسه والاخيره. الملاكم الروسي هو الاقرب وبنسبه كبيره من الفوز بهذا النزال. بريك ستيب باك بوكس فوالا تابعوا هناك ملي كيسرح يدو اليسرى كيقيسوا. بريك هنا الاخ عزيز لا باس نذكروا الاسطوره محمد علي كلاي. فمحمد علي كلاي كان كيمتاز بالتحركات ديالو فوق الحلبه حتى الناس تيقولوا واش هذاك وزن ثقيل ولا ماشي وزن ثقيل. صراحه اللي شاف اللي غير رجع دابا المقابلات القديمه ديال الاسطوره محمد علي كلاي كان كيتحرك بزاف في الحلبه كيوخا مشاكل ومتاعب لاي خصم يواجهه. وحتى جورج فورمان او جو فرايزر ممكن يلقاو صعوبه مع محمد علي كلاي لانه كيتحرك بزاف في الحلبه. وربما هو هذا الشيء اللي كيميز ربما حتى المدرسه الكوبيه لان كنوجدوا الملاكمين الكوبيين كيخدموا بزاف يعني التحركات اللي كنسميوهم بريك وما تقريبا هما اللي كيعطيو القوه للملاكم فوق الحلبه. راه هذاك كيسجل كيعطي فرصه للملاكم الروسي فين هنا فقدان
واقي الاسنان ابو حماده غادي ياخذ انذار شفوي الى نفسه الا تكررت العمليه مره اخرى يقدر ياخذ انذار. 56 ثانيه على نهايه النزال بين ابو حماده ويمباتوف غازاني. غازاني متفوق لحد الان في الجولات الاربع الماضيه. كذب باي للاسف النهج او التكتيك ماشي حماده ماشي هو هذا غادي يعطيه انتصار. من هذا النزال والتفوق لن يكون الا روسيا باسم يمباتوف. اصبح النتيجه 2-0 لمصلحه الفريق الروسي. هناك الاعاده كنشوفوا نعم ابو حماده كيسهل الماموريه كيف التفوق واضح. يمكن ما كاينش الندم بالنظر للاسلوب ديال ابو جليل ابو حماده، ما كاينش ندم ولكن كاين اسف، كاين اسف لكونه ما استغلش صراحه لان دابا النقص نعم النقص دابا واحد الساعه الاخ عزيز في المباراه الاولى ديال حمزه الربيع وديال ابو حماده وهو الجانب البدني. نعم صراحه بين الجميع اللياقه البدنيه في البدايه ديال كل جوله بدايه ديال كل جوله البدايه ديال كل جوله ملي تيكون مثلا باقي يتري شويه بدنيا كيسجل بزاف ديال النقاط. مع مرور الثواني كيبدو العيا اذا تيوقف كيعطي فرصه للملاكم وكتصبح الثقه ديال الملاكم الروسي صبحت اكبر. نعم الاعلان عن النتائج الرسميه ما كانش مفاجاه كما كان الشان في المباراه الاولى. فوز عبد الرشيدوف في وزن 60 كيلوغرام على حمزه الربيعي. الان نعم فوز واضح لكازان يمباتوف على ابو حماده. دون مفاجاه الملاكم الروسي كيفوز والجمهور الروسي يحضر عدد مهم على الاحتساء. نعم المنطق محترم. ملاكمين ماشي تقنيا بزاف ولكن الملاكمين المغاربه ساعدوهم شويه في اللياقه البدنيه الضعيفه اللي بانوا بها اليوم.